يعني بشكرك يا استاذه منى، شكرا لحضرتك جدا. اول حاجه حضرتك قلتيها عن فكرتي، هو المسلسل كتب طبعا على التتر فكره يوسف شريف، هو طبعا فكرتي، بس انا ده مش اول مسلسل ابقى انا ظهر الفكره بتاعته في المسلسلات اللي انا عملتها. هي في الحقيقه ان انا يعني ما بحبش اقول في التتر شكرا، ما بحبش كده التتر، مش لسبب يعني ما بهتمش يعني عشان يبقى التعبير دقيق ان انا اكتب فكره يوسف شريف. وده حصل قبل كده، جايز في مسلسل صياد مثلا ما كتبش فكره يوسف شريف، بس هو كان فكرتي، وجايز كمان كان الانبوت بتاعي اكتر كمان حتى في صياد. فانا ما بهتمش بالحته دي. اللي حصل بس السنه دي ان انا احنا السنه دي كان اكتر مسلسل متاخرين فيه، اكتر سنه. فانا حتى مع بدايه عرض المسلسل وعمل التترات انا كنت في اسبانيا، ما كنتش في مصر، فهم كتبوا فكره يوسف شريف، ده ما ضايقنيش خالص. بس يعني ما يعني اللي انا عايز اقوله ان ده مش اول مسلسل فكرتي يعني دايما بيبقى فيه فكره، وجايز الفكره غير القصه، يعني ده ما يقللش خالص من شغل محمد ناير في القصه وفي السيناريو وفي الحوار وفي الشخصيات اللي عملها. بالنسبه لموضوع ان هو يتعمل فيلم مش مسلسل، او ان في انت بتقولي ان كان الاحداث في النص الاولاني كان في ناس بتقول ان في بطء، فكان احسن انه يتعمل فيلم. موضوع انه يتعمل فيلم او مسلسل دي مش حاجه، يعني انا ما بفكرش كده، يعني ما بيبقاش عندي حدوته يا ترى اعملها فيلم او اعملها مسلسل. انا بيبقى التفكير عندي انا هعمل ايه الخطوه اللي جايه؟ هل الخطوه الجايه هتبقى في التلفزيون ولا في السينما؟ الخطوه الجايه في التلفزيون ولا خلاص يعني المقرر الجاي هيكون الخطوه اللي جايه واللي هركز فيها. الفكره قبل ان هي تعمل مسلسل او فيلم دي حاجه نسبيه. اي فكره في الدنيا ممكن تتعمل مسلسل وممكن تعمل فيلم، والعكس. مش معنى ابدا ان فكره تتعمل طويله او قصيره، يعني انا في وجهه نظري ما لهاش اي علاقه. وقرار ان انا اخد قرار في السينما او في التلفزيون دي بتبقى شويه داخل فيه عوامل كتير قوي، منهم عوامل السوق نفسه. يعني هل علشان اعمل فيلم في اللحظه دي هل هيطلع الفيلم زي ما المشاهد مستنيه؟ حاجه ليها علاقه بتكاليف الفيلم، حاجه ليها علاقه بالسوق اصلا، هل السوق يستوعب ده دلوقتي؟ يعني في الفتره اللي فاتت دي كلها ناس كتير قوي سالوني ليه ما عملتش سينما. انا دايما ببقى عايز اعمل سينما، وقلت كتير على فكره ان جايز السينما اقرب لقلبي من التلفزيون كطريقه تنفيذ. يعني احسن حاجه في الدنيا ان انا انفذ ساعتين واركز فيهم احسن ما انفذ 20 ساعه يعني. ولكن الفترة اللي فاتت كان في مشكلة كبيرة في السينما، يعني علشان أعمل فيلم بالشكل اللي الناس بتشوف فيه المسلسلات ده ما كانش هينفع. والعروض كلها اللي كانت بتيجي، كان كل سنة بيجي 5 و6 و10 عروض، كلهم إن إحنا لازم نلم الفيلم بالميزانية دي، فمش هينفع نعمل الأكشن بالطريقة دي. طب ما تيجي نعمل الموضوع كله جوه بيت، طب ما نروح شرم الشيخ نضرب الفيلم يعني بالظبط كده، يعني حاجات شبه كده. وده يعني لو انا عملته هبقى بجد بغلط في حق المشاهد بتاعي، يعني هبقى بعمله عشان اخد اجري في الفيلم وخلاص وبضحك على الناس. يعني الحاجه عشان تتعمل لازم تتعمل بشكل على الاقل احترم فيه عقل الناس يعني. وجايز مش عايز اسبق يعني الاسئله، بس جايز ان الاوان للسينما دلوقتي. يعني الموضوع دلوقتي اختلف. الحمد لله امنيا الدنيا اختلفت، بقى في ناس بتروح سينمات، ده جايز انعكس على طريقه انتاج الافلام. الافلام يعني بنرجع تاني شويه بشويه، فاظن الخطوه الجايه تبقى في السينما ان شاء الله. موضوع منظمات حقوق الانسان ده